بتقطع المسافه؟ ساعه مثلا في اليوم، ساعتين؟ هو سيادتك بمعدل وهل انت مقيد بانك تجري ولا ممكن تمشي؟ لا، هو حضرتك اجري باستمرار، لان اذا مشيت هحس بشعور بالملل. فهكون بمعدل 50 كيلو يوميا. وعلى فكرة انا بعمل اعداد من حوالي 8 اشهر، بجري يوميا 6 ساعات. بقطع حوالي يوميا 25 كيلو. 50 كيلو يوميا تجريهم، دول اكتر من الماراثون ب 8 كيلو تقريبا او 7 كيلو ونص. هل الانسان يقدر يعمل كل يوم ماراثون وزياده؟ سيادتك ان شاء الله مش يوميا ان انا بقطع 50 كيلو. انا من اول مركز بيقابلني لاول محافظه بقعد في المركز. طبعا المركز بيبقى فيه عدد كبير جدا من الشباب اللي بندي التوعيه ليهم بعد عقد الندوه، وبيوصلونا للمركز اللي بعده، وبنرتاح في المركز اللي بعده لمده يوم او يومين، وبنالي المرحله اللي بعدها وعقد الندوات في المحافظات التي تليها. ايه المساعدات اللي قدمتها لك الاجهزه؟ مين مرافق ليك؟ انت قلت زملائك معهم عربيه؟ لا، ان شاء الله باذن الله بعد عرض الامر على الاتحاد المصري لالعاب القوى، الذي سوف يتفضل مشكورا ان شاء الله بالتعاون معي والمركز القومي للسكان. ان شاء الله بيكون في عربيه امامنا وعربيه بالخلف من الساده الاجهزه في المحافظه. وبيكونوا الاخوه الكابتن خالد عبد الرحمن والكابتن ماهر محمد نبيل موجودين معايا في العربيه للنواحي الاداريه اللي انا مش هقدر اقوم بيها. انت قلت لي انك بتلعب العاب قوه، ليك بطولات يا حضرتك؟ انا بلعب 400 و800 متر، وحاصل على بطوله في 400 متر، وحاصل على 4 بطولات في 800 متر، ومراكز متقدمه في الفارس السنه دي. خالد دورك ايه؟ ان شاء الله خالد عبد الرحمن محمد، بكالوريوس تربيه رياضيه 1990، وبطل مصر في العاب القوه في رمي الرمح والجله. وان شاء الله طبعا دي فكره طبعا او مغامره من طارق، مغامره كبيره لانها تاني مره تتكرر. وبعدين ان شاء الله يعني المشكله اللي احنا بنواجهها ان احنا عايزين كل الشباب ان شاء الله يشاركنا، ان ده مش مشكله يعني النهارده ان الشباب كلها بعيده عن الرياضه بصراحه. فدي طبعا احنا افتقدنا الشباب دي من مده، فعايزين نكتسب الشباب دي مره تانيه، ان هم يجتازوا معانا الموقف اللي احنا فيه ده، وان شاء الله. ومن اسوان للقاهره دي طبعا مسؤوليه كبيره عليهم، فاحنا بنناديهم طبعا ان هم بيسلمونا من محافظه لمحافظه، على اساس ان الصحه من اجل الرياضه طبعا ده شيء كبير جدا. دورك انت ايه شخصيا؟ ان شاء الله بالنسبه للنواحي الاداريه والفنيه طبعا ان شاء الله دي بقوم بيها. بالنسبه طبعا للندوات، ندوات رياضيه طبعا، والصحه من اجل الرياضه دي في كل مركز او في كل محافظه بنعقد يعني ندوه مع المحافظ، وبننادي الشباب بيها ان هم طبعا بيحاولوا ان هم يبعدوا عن التدخين ويمارسوا الرياضه معانا. على الاقل مثلا يوم واحد في الاسبوع او في الشهر يبطلوا فيه تدخين. ده طبعا بالنسبه لهم دي حاجه طبعا قليله، بس بالنسبه لنا حاجه كبيره طبعا ان شاء الله. ماهر دورك ايه؟ بالنسبة ليا من النواحي الإدارية، تنظيم المواعيد وأحضر الاستقبال بالنسبة للمحافظات اللي احنا داخلينها، يعني خارجين محافظات وداخلين محافظات. أحضر بالنسبة للمواعيد، وهنقعد قد إيه، وبعدين أقابل مسؤول أنا في المحافظة. أضطر مثلا إن أنا آخد المواعيد بتاعته والمواعيد بتاعت خروجنا، بحيث إنه يجهزوا لنا الحاجات. وأثناء الندوات اللي بتيجي في المحافظة بعمل برضو الترتيبات اللي هي قبليها، بنقابل شخصيات كذا، وترتيبات مع الشباب، ووزع لهم الارشادات وكده يعني. شكرا وبالتوفيق. ماشي في الحصه بتاعه التربيه الرياضيه، ولحظي الكويس كان مدرب النادي الاهلي كابتن عثمان عبد الغني، اللي يمكن ليه فضل عليا في ان انا اوصل في اللعبه، لعبه العاب القوه، ان انا بقيت ليا اسم في اللعبه. شافني وقال لي انا عايزك تجي لي اختبارات النادي. فاندهشت اني انا ما بعرفش العب كاراتيه ولا جودو. قال لي انا عايزك لان انا متوسم فيك انك تكون بطل. وجيت اتفرج عليا في اختبارات عملته المدرسه، اختبارنا 100 متر، ولقاني كسبت طلبه اكبر مني، كنت ساعتها في اولى ثانوي. ورحت النادي الاهلي، والاول مره ادخل النادي الاهلي كان قدامي تحدي كبير جدا، بين جو اول مره ادخل فيه بين ابطال، وكله بيتحفز وكله عاوز يكون بطل.
اول ما خطر في بالي اول فرحه ليا انا شفتها، ما انساهاش، ان ما كان في واحد في التراك في الملعب شبهني بالمجري، فكان اشهر واحد بيطلق عليه اللقب دوت كابتن مصطفى عبده، وبيلبس 7. ويمكن حبيت الرقم ده بعد كده ولبست 7 ودخلت في ضمن ابطال لاعبي النادي الاهلي، ولعبت النادي الاهلي ايفنت 400 و800. كان لازم اصراري يزيد ان انا احقق بطولات. جه كابتن عثمان عبد الغني قال لي انا عايز منك المزيد، لان انا شايف فيك اكتر من كده. اقنعني ان انا ادخل كليه التربيه الرياضيه، وكان قدامي اكتر من كليه، انما انا من حبي للمدرب بتاعي دخلت كليه التربيه الرياضيه، و اصريت ان انا بعد التخرج ما استقرش بس ان انا اخد بطوله وتنتهي حياتي الرياضيه على كده، لا، او ان انا اعمل في المجال الرياضي مجرد شيء بسيط. احب اذا دخلت في شيء اما اكون مميز وان انا انجز فيه شيء، او ما العبش بالمره اللعبه اللي ادخلها. اول ما اتخرجت من كليه التربيه الرياضيه قلت ايه، اعمل حاجه غريبه. كنت بتفرج في مره في جوله حول العالم، كان برنامج تلفزيوني اكيد سمعتوا عنه وتعرفوه كتير من المشاهدين. البرنامج ده انا شفت واحد الماني معاق بيعمل العجله بتاعته اكتر من 3000 ميل. فانا اندهشت لاصراره ان هو عايز يعمل المحاوله ديت، يلف حول العالم. فصبحت الصبح تاني يوم على طول بكلم صديق ليا اسمه خالد معايا في الكليه، خالد عبد الرحمن، وقلت له والله انا خالد عايز اجري من اسوان لمصر. قال لي اقفل التليفون ده، انت باين عليك بتضحك، مش هتقدر تعملها. قلت له انا جاي لك، وبالفعل رحت. قعدنا نتكلم في خطوات ازاي انا اعمل الموضوع دوت. لولا اصرار خالد معايا وان هو شجعني ان انا انجز الفكره ديت، لولا ان انا اتحمست وان انا فعلا دفعني امور كتيره جدا ان انا احقق الموضوع ده. عملت معسكر. اول ما عملت معسكر في الغردقه، شرم الشيخ. بقيت اتدرب على الجبال، بقى كل اكلي وشربي ابدا يومي الصبح الساعه 5 الصبح، ابدا تدريبي الساعه 6:30 اخلصه الساعه 3، ثم اخد بريك وابدا تاني اخد راحه، وابدا تاني الساعه 6 استمر ل 11 مساء. كل حياتي كانت في الجبال وتدريب طرق سريعه. كنت بتدرب 25 كيلو دايركت واريح، بعد اسبوع اخلي كل يوم اعمل 30 كيلو وهكذا. علشان مساله المسافات الطويله يعني عايز صبر وتحمل، وان ازاي ان انا ما يأس حتى بعد 5 كيلو او 10 كيلو. ممكن دراعي يقلبني، جنبي، عضلات رجلي، ما يأس خالص، او اتعب او اكل او اهدي من الخطوه بتاعتي طالما في تدريب، وازاي ان انا متدرب ازاي انظم نفسي يعني. اول ما اعلنت في الجرايد اني هجري من اسوان لمصر، اول شيء صادفته افتكر وانا ماشي ومروح على البيت بتاعي، فسمعت تعليقات جميله جدا. هو بيعمل في نفسه كده ليه؟ وربنا يستر عليه، وادعوا له يا رب يرجع بالسلامه ان شاء الله. ده هيرجعها جري ازاي؟ هو حد ده الواحد بينام في القطر؟ كل الحاجات دي كانت بترجعني، انما بتحفزني ان انا طالما شيء غريب وعجيب لازم ان انا احاول انفذه.
الفكره اللي جيت عملتها بعد كده عمليه ان انا اجري في اوروبا. اجري ازاي في اوروبا وابدا بايه بالظبط واعمله ازاي. انا اللي كان بيحفزني ان انا اعمل واكمل الرحله بتاعتي ديت، اقدر اقول لكم ان كل ما كنت ابص في جريده سواء عربيه او اجنبيه والاقيهم بيقولوا فرعون مصري يخرج من المعابد المصريه على قدميه ليحقق المستحيل، او اقرا اي تعليق بسيط في مجله كانت كتبت برضو عليا، وده شيء كان بيحفزني جدا. كانوا بيقولوا في المانشيت بتاعها عاقل ام مجنون. عاقل ام مجنون كان بيقصد بيه الانسان ده عاقل ان هو بيعمل كده علشان بلده، ولا مجنون علشان صحته بيفرط في جسده. انما انا كنت كل ما كنت ابص لدرع من الدروع اللي انا كنت اتكرمت بيها وحصلت عليها، كانت بتديني حافز اكتر ان انا اعمل اكتر من اللي انا عايز اعمله. خاصة لما كان بيجي لي جوابات من الشباب من قبلي كلها. انا خرجت من الموضوع ده باكتر من 1000 صديق ليا من شباب قبلي بعتوا لي جوابات وبيسألوا عليا، سواء طلعت صدفة في برنامج بيشوفوه بيبعتوا لي وبيتصلوا بيا، وعلاقة مستمرة بيني وبينهم. ما جيت فكرت ان انا اجري في اوروبا، قلت ان انا اجل الموضوع ده، ان انا عايز اجري من هنا للكويت. كان مساندتي لموضوع الكويت والغزو. حبيت ان احنا اقول في الجري بتاعي من هنا للكويت ان احنا جسد واحد، فارجو لو في عضو من الجسد دوت تألم فكلنا بنداويه. وانا كنت ما هجري في الجري بتاعي كنت بهدف ان احنا نقول احنا امه واحده، امه عربيه واحده، وعايزين نبقى اكتر تماسك من كده. اجمل حاجه ليا لما جيت فكرت ان انا اجري بقى من الدول العربيه والاوروبيه، جريت رحت لتونس والجزائر والمغرب، وطلعت من المغرب لمضيق جبل طارق، وعديت ركبت البطوطه، ومن طنجه ركبت البطوطه عشان ادخل الجزيرات في اول اسبانيا، ومن اسبانيا لمدريد، ومن مدريد دخلت بقى اسبانيا وفرنسا بعد كده، والنمسا وايطاليا والمانيا وبلجيكا. في اوروبا كنت بلبس زي فرعوني، كنت خدته معايا زي فرعوني، فعلا زي فرعوني كامل. وعلمتهم شيء جميل قوي بطريقه جميله. جيت بسلم عليهم فبيسلموا عليا بالطبيعات، بقول لهم لا، ويمكن هتشوفوا ان شاء الله لقطات من بعض برامج سجلتها بره، بقول لهم لا، السلام عندنا مصر كده. انما هقول لكم كانوا بيسلموا ازاي زمان، ودي طبعا بطريقه جميله او مش جاده. كنت بسلم عليهم بطريقه ان الفراعنه بتسلم 1 2 3 4، فكله كل حتى لما كان يشوفني في الشارع بعدها ماشي كان يعمل لي كده طريقه السلام. فرعون بيسلم بالطريقه ديت. واحد اصر ان ياخد الزي الفرعوني مني يشتريه باي مبلغ. قلت له انا عينيا اللي انا اهديهولك، انما هو الزي الوحيد اللي معايا. وقال لي انا عاشق لمصر وبحب مصر جدا. وجالي بعد كده بعدها بسنتين جالي، وفرحت جدا ان هو تابع معايا الاتصالات، وكانت احتفظ لي بكل الجرايد اللي كتبت عني هناك في اوروبا والبرامج اللي اظهرتني هناك. اقدر اقول لكم ان اللي عايز حاجه بيحطها في ذهنه بيصمم عليها بينجح فيها. ممكن اهتم بالشيء مره واعديها، انما لو اهتميت بالشيء مره واثنين وعشرة وانجح وافشل واعيد تاني واعملها تاني،
صدقوني ان شاء الله هتقابلوا حاجات جميله قوي. انما اقدر اقول لكم على امنيه ليا بتمنى ولو هوصل لسن 70 او 80 سنه نفسي اعملها. هسالوني ايه؟ هقول لكم ان انا اجري واختم حياتي بعد سور الصين اللي بستعد له، ان انا عايز اجري سور الصين، وفي مخططات بيني وبين الصين اني عايز ابقى اول عربي يجري سور الصين. مسافتها قد ايه؟ هقول لكم، ولا اسيبها تدوروا ورايا؟ طب اسيبها تدوروا ورايا. اذا جيت انا اتكلم عن امنيه ليا اخيره عايز اختم بيها حياتي الرياضيه، هي ان انا اجري من مكه المدينه. اللي عاوز ان شاء الله باذن الله يقول انا عايز اجري معاك، يجي لي ان شاء الله النادي الاهلي. يمكن كل جمعتين بجري حوالين الجزيره. هتعرفوني ازاي؟ لو نسيتوا ملامحي بعد البرنامج هتلاقوا مكتوب على التيشيرت بتاعي طارق عبده.